السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول أيام عيد الأضحى، كل سنة وأنتم طيبين. الجو حر شوية هنا في اسكندرية، بس الناس بقى كلها صلت العيد وبعدين طلعوا على البحر على طول. هنشوف بقى أجواء أول أيام عيد الأضحى في منطقة بير مسعود، وكمان هنشوف إزالة نادي وادي دجلة. الجو حر النهارده في اسكندريه، وكمان نسبه الرطوبه عاليه جدا. الناس بقى كلها تطلع على البحر. طبعا الاطفال بقى بتلعب وكده. هنا في العاب كده للاطفال، وكمان قاعده حلوه، كراسي وترابيزات. كمان تقعدوا كمان ببلاش جوه عند صخره بير مسعود. لو عايزين تروحوا بير مسعود انزلوا ميامي. زي ما احنا كده شايفين هنلاقي توسعات قدام منطقه بير مسعود. زي ما احنا كده شايفين ده قدامنا نادي السيارات، وورانا هنلاقي نادي وادي دجلة. طبعا تم هدمه وازالته بالكامل. والبير اللي احنا شايفينه قدامنا ده بير مسعود. ودي صخرة بير مسعود زي ما احنا كده شايفينها. الناس بقى بتقعد هنا. القعدة حلوة جدا والجو حلو قوي هنا قدام البحر. كمان احنا دلوقتي الساعة 8 الصبح. الناس بقى صلوا العيد والأطفال صلوا العيد، ويجوا هنا بقى على طول قدام البحر يقعدوا كده قعدة حلوة. واحنا ماشيين كده لقينا كده بير صغير، مش عارفة بقى البير ده بتاع ايه، بس خلي بالكم وانتوا طالعين على الصخر. بصوا بقى المية حلوة ازاي، والجو جميل جدا هنا في اسكندرية. كمان هنلاقي هنا في منطقة بير مسعود اللي حابب بقى يأجر بيتش باجي او عجل للأطفال، طبعا بيحبوها جدا. وكمان هنلاقي ألعاب للأطفال. ودلوقتي بقى هنروح نشوف منطقة نادي وادي دجلة، وهنشوف النادي اللي تم إزالته بالكامل. زي ما احنا كده شايفين ده نادي وادي دجلة. طبعا ازالوا النادي كله. كان فيه هنا بقى خزانات كبيرة، خزانات مية، دي كلها اتشالت. احنا دلوقتي في منطقة ميامي. قبل منطقة ميامي في بير مسعود، وبعدين نادي السيارات، وبعدين شاطئ ادوارد الخراط، وبعدين شاطئ ميرامار، وبعدين شاطئ سيدي بشر قدام مسجد سيدي بشر. زي ما احنا كده شايفين إزالة النادي كله، نادي وادي دجلة في منطقة ميامي، عشان طبعا التوسعات. هيكون فيه 5 حارات رايح و5 حارات جاي. زي ما احنا كده شايفين هنلاقي المعدات موجودة تبع شركة الغرابلي. زي ما احنا كده شايفين قدامنا ده الكورنيش الجديد، وكمان في بوابات الشواطئ بقى اللي كانت موجودة، زي شاطئ فريسكا وبعدين شاطئ ميامي. بس الشواطئ دي مش شغالة الشهر ده، يعني ممكن كمان يفتحوها الشهر الجاي.
هنلاقي كمان هنا في مراكب واقفة كده على البحر، اللي حابب بقى ياخد مركب وياخد جولة في البحر كمان يروح جزيرة ميامي. طبعا معروفة جدا في اسكندرية في منطقة ميامي. المراكب دي شغالة عادي لو حد حابب يروح جولة كده على البحر عند الجزيرة. وبعد كده هنلاقي شاطئ ميامي. دلوقتي الشاطئ ده مقفول، ممكن كمان يشتغل او يفتحوه على الشهر الجاي. واللي قدامنا ده نفق خالد ابن الوليد في منطقة ميامي. كمان نخلي بالنا من التعليمات، لان هنا ممنوع خالص حد ينزل البحر للسباحة. هنا منطقة خالد ابن الوليد، وعلى يمين الصورة شارع اسكندر إبراهيم، وكمان بعد كده هنلاقي شاطئ العصافرة، وبعدين شاطئ المنظرة، وبعدين المنتزه، وبعد كده المعمور. ودي كانت جولتنا في منطقة بير مسعود في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وأنتم طيبين. وكمان شفنا إزالة نادي وادي دجلة بالكامل. كمان شفنا نفق خالد ابن الوليد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.